انا اعتقد اللي هي اللجنه اعطت مهله شهر، انا اعتقد ان هذا فخ، ويعني انا اشوف انه تذاكي من اللجنه على الانديه اللي اعلنت عدم شرعيه اللجنه، واي نادي من وجهه نظري ضرب في شرعيه اللجنه ثم يعود يتواصل معها تحت اي ظرف بحجه زياده عدد البطولات فهو يناقض نفسه، لان السؤال المطروح حيكون كيف تناقش لجنه في زياده عدد بطولاتك وانت لا تعترف بشرعيتها اصلا، فهذا فخ انا اتوقع من الانديه اللي تضرب في شرعيه اللجنه الا تقع فيه، هذه الجزئيه الاولى. بالنسبه للموقف الهلالي، انتم يعني انا سمعت انه في بعض الاصوات يقول لك لا الهلاليين اعترضوا او احتجوا، هذا كلام مو صحيح، انا قرأت البيان الهلالي، البيان الهلالي كان في رضا تام عن نتائج اللجنه، بل وتغني في نتائج اللجنه. جميل. يعني كل ما في الامر انه هناك في بعض الاصوات اللي تخرج يعني من باب الترتيب فيما بينهم، انتم قولوا انه والله احنا ما احنا راضين على اللجنه، لكن في واقع الامر هناك رضا تام، وهذا عموما يعني مع كامل احترام هذه السياسه هلاليه حتى يتبعونها على مستوى لجنه الحكام، احنا نشوف اصوات هلاليه كثير تضرب في عمر المهنا، وفي المقابل في الجهه الاخرى نشوف انه نتائج التحكيم تصب في مصلحه الهلال. صحيح صحيح، والدليل 5 سنوات الهلال بطل الدوري. تفضل يا ابو عشان ما في حكم اجنبي، عشان الحكام الاجانب تدخلوا. طيب كمل يا ابو خالد، تفضل. 5 سنوات بدون 5 سنوات اثبتت انه عمر المهنا من استلم رئاسه لجنه التحكيم الهلال ما حقق الدوري. روح تفضل. ال5 سنوات هذه تثبت هذه تثبت فعاليه الحكم الاجنبي في المسابقات طيب وش دخل الحكم المحلي؟ اذا وش فائده الحكم المحلي اذا ما يجيب لي دوري؟ تفضل يا ابو، كمل يا ابو. وراك يا سامي ما حققته، وراك ما حققته يا ما الحكم الاجنبي موجود. عبد العزيز تفضل. تعطيني دقيقتين وتاخذون منها دقيقه ونص، انا ما اعرف. لا تفضل كمل تفضل. تفضل. طيب الزميل سليمان يعني يتكلم عن انه الامير عبد الله بن مساعد اللي على المستوى الشخصي احنا يعني نكن للجميع الاحترام والتقدير، احنا نتكلم عن عمل. الزميل سليمان يقول انه الامير عبد الله بن مساعد عينه الملك الله يحفظه لنا ان شاء الله، وهذا شيء طبيعي، يعني حتى الوزراء يعينون من قبل الملك بمراسيم ملكيه، ومع هذا كله اذا اقتضت الحاجه بسبب قصور في العمل الملك نفسه يقيل الوزراء ايضا. طيب وانا على المستوى الشخصي اذا كان الامير عبد الله بن مساعد يقبل بالراي والراي الاخر، وانا اعتقد انه يقبل بالراي والراي الاخر، فانا على المستوى الشخصي على سبيل المثال القضيه ما فيها ترهيب ولا تخويف، خلينا نقول ارائنا. انا اشوف ان الامير عبد الله بن مساعد وفق العمل اللي قدمه انا اعتقد انه يستحق الاقاله، الا من هو يستقيل من نفسه، انا من وجهه نظري ارى في الاستقاله افضل له. تظل وجهه نظرك يا سامي وشخصيه جدا بعد. تفضل. اي نعم، هذه وجهه نظري، وشخصيه جدا. نؤمن بالراي والراي الاخر يا رجل. طيب انا عندي سؤال اختم فيه للزميل عبد العزيز الهشبو. تفضل على السريع روح. طيب انا ما انسل، انا اسال بس روح اسال. اوكي انت انا سمعتك قبل شوي تقول احنا في البرنامج راح نتعامل مع الارقام الصادره من لجنه التوثيق كارقام رسميه. لا كارقام طرحت، لا كارقام اعلنت، وانت يا سامي اعترضت حتى ما قريت الجدول هذا. لحظه طيب انت ليش متشنج؟ اسالني بسرعه عشان الوقت يا سامي. والله يا سامي ان اخر واحد يتشنج عبد العزيز. انا والله العظيم انت ما تعرفني يا جد. لا تضيعوني الله يخليكم. هات سؤالك. شوف يا اخ سامي، عطني سؤالك خلينا نضيع انت قبل شوي عطني سؤالك. انت قبل شوي قلت راح نتعامل معاها في البرنامج كارقام رسميه، صح ولا لا؟ صحيح. روح. طيب انا الان اسالك وانا اؤمن بمهنيتك وشجاعتك. تفضل. طبعا لجنه التوثيق وثقت للبطولات حقت الانديه كلها، حقت الالعاب كلها، حقت يعني مش كره القدم، للالعاب، صح ولا انا غلطان؟ صحيح. طيب الارقام اللي امامك اللي حتتعاطى معها بصفه رسميه بحسب كلامك انت، جميل. تقول ان المسابقات الاعلى درجه للفريق الاول الاهلي 139 الهلال 120. صحيح. المسابقات الاعلى درجه للفئات السنيه الاهلي 202 الهلال 185. صحيح. ولجنه التوثيق لجميع الانديه، هل تملك الشجاعه انك تقول النادي الاهلي كنادي، اكرر كنادي هو الزعيم معروف؟ لحظه دقيقه سامي، هل تملك الشجاعه وتقول سامي اخر واحد انت تتكلم فيه عن شجاعتي. لحظه دقيقه، انا اليوم في تويتر بنزل الجمهور يسمعك الان، ابغاك وفقا للارقام. دقيقه سامي، انا اليوم في حسابي في تغريده قبل
4 شهور قبل ما تتكلم انت يا سامي قلت طيب. الاهلي هو زعيم الانديه السعوديه. انا قايل ممتاز. انا قبل ما لجنه توثيق البطولات تصدر اعلانها. انا قرأت التغريده عبد العزيز، بس خلاص. طيب انا قرأت التغريده وبس ابغى جماهير النادي الاهلي تاخذ المقطع هذا من الفيديو والان تسوي فيها سامي بناء على لجنه توثيق البطولات الاهلي زعيم الانديه السعوديه، ولكن الهلال هو زعيم كرة القدم في السعوديه، وهذا اللي يهمنا. احنا نتكلم عن كرة القدم في الاول. عشان كذا عبد العزيز سؤال سامي بس لسه سؤال يا سامي سؤال لو سمحت. هل معناته انك انت الحين معناته انك تقر وتعترف بارقام اللجنه هذه بالمجمل؟ لا مو صحيح. شلون يعني على كيف اذا صار تاخذ كله؟ انت سالتني خليني اجاوبك. انا اليوم كتبت تغريده وقلت بالرغم ان اللجنه اعطت الاهلي الزعامه، أيوه؟ الا ان احنا كاهلاويين نرفض عملها رفضا قاطعا.